السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ماب انفو. في هذا الفيديو غادي نهضروا على بيداغوجية الخطأ. هذا الفيديو خاص بالنسبة للناس المقبلين على مباراة ديال التعليم او الناس اللي نجحوا في التعليم مشاو للمراكز الجهوية للتربية والتكوين وبغاو يتخرجوا. بالنسبة للأساتذة الجدد والأساتذة بصفة عامة، يعني أي واحد بغى يستافد عنده علاقة بقطاع التعليم. بيداغوجية الخطأ شنو كتعني؟ يعني كنسمعوا البيداغوجيا، كاين انواع البيداغوجيات، من بين هاد الانواع كاين بيداغوجية الخطأ. هنا غادي نشرحوها ان شاء الله بالدارجة بطريقة مبسطة. قبل ما نهضروا على بيداغوجية الخطأ خاصنا ضروري نتذكروا واحد الفيلسوف فرنسي اللي سميتو غاستون باشلار، حيت هو كان من بين الناس، يعني كاين واحد هو هذا الفيلسوف انتقد من بين الناس اللي انتقدوا العلوم، واعتبر ان الحقيقة العلمية من بين أقواله المشهورة: الحقيقة العلمية خطأ تم تصحيحه. يعني هو تيعطي الخطأ، يعني كيشوف كيفاش كيشوف العلم وكيفاش كيشوف الحقيقة العلمية. يعني من بيداغوجية الخطأ كخطأ، كنهضروا على بيداغوجية الخطأ ضروري خصنا نستحضروا هذا الفيلسوف الفرنسي اللي هضر على الخطأ وانتقد العلوم. وكذلك اعتبر أن المعرفة هي ما عندهاش نقطة الصفر، وإنما هي مجموعة من المحاولات الخاطئة. يعني هو تيشوف المعرفة هي ما عندهاش نقطة الصفر، وإنما هي عبارة عن محاولات خاطئة عاد تكونت لنا هاد المعرفة. وكذلك قال أنه لا تحدث المعرفة إلا ضد معرفة سابقة لها. يعني كتشوفوا هنايا الدور ديال هادشي تيقول الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار، وأهمية الخطأ وكيفاش كيشوف هو العلم وكيفاش كينتقدو أصلا. ندخلوا الموضوع ديالنا ديال بيداغوجية الخطأ. شنو كتعني هاد بيداغوجية الخطأ؟ بيداغوجية الخطأ هو خطة، هاد بيداغوجية الخطأ خطة بيداغوجية أو تصور أو منهج كتعتبر أن الخطأ هو استراتيجية للتعليم والتعلم. وبالنسبة لبيداغوجية الخطأ هي كتفترض أنه بالنسبة لذاك الخطأ، وجود ذاك الخطأ هو أن كاين صعوبات ديداكتيكية كيتواجه داك المتعلم أو المتعلمة ملي تيبغي يطبق دوك التعليمات. يعني انت ملي كتبغي تشرح، انت كاستاذ مثلا، اعتبرك انت استاذ داخل القسم، ملي كتوصل واحد المعرفه، واحد المعلومه فلانيه في نشاط معين في القسم، راه قال لك هنا في هذا بيداغوجية الخطا كتفترض انه كاينين شي صعوبات ديداكتيكيه في داك الفهم اللي بغيتي توصل لداك دوك التلاميذ والتلميذات. قال لك كاين واحد الصعوبات ديداكتيك كتواجه داك المتعلم، هي اللي كتخليه انه يدير داك الخطا. وهاد الصعوبات فين كترجع انه مثلا التلميذ، مثلا المتعلم ولا المتعلمه، ملي انه كيبغي يكتسب شي معرفه راه كيتجه في واحد المسار. وهنايا هاد البيداغوجية الخطا كتعتبر ان هذاك المسار فيه اخطاء، كتخلو بعض الاخطاء هي اللي كتخلي انه تيكون عندنا ذاك الخطا. وان هاد البيداغوجية الخطا كتعتبر ان الخطا هو امر طبيعي وايجابي. يعني كنتمنى ان المفهوم يكون باين دابا. هي خطه، وكتعتبر ان الخطا هو استراتيجيه للتعليم والتعلم. وكذلك كتفترض ان كاينين شي صعوبات ديداكتيكيه هي كتواجه المتعلم اللي تيبغي يتلقى ديك المعرفه في نشاط معين اللي كديرو انت داخل القسم. ودوك الصعوبات هي انها كترجع بيداغوجية الخطا هو ان واحد المسار كيتبعو داك المتعلم ولا المتعلمه، كتخلو بعض الاخطاء. يعني انت ملي كتبغي تقري واحد المتعلم او كيف ما بغا يكون، راه تيتجه واحد المسار باش انه يكسب ديك المعرفه، كيمشي فواحد المسار. داك المسار قال لك انه في هاد بيداغوجية الخطا كتخلو بعض الاخطاء، وان هذه كتركز كتقول ان بيداغوجية الخطا كتركز كتقول لك ان الخطا هو امر طبيعي وايجابي. بالنسبه لك انت، نرجعوا نمشيو لارض الواقع نيت. انت ملي كتكون كتقرب داخل القسم اللي كتعتبر ان الخطا هو امر طبيعي وايجابي، فهنا راك كتطبق بيداغوجية الخطا. يعني وقت ما كتعتبر ان الخطا هو امر طبيعي وايجابي، هنا اوتوماتيكمون كتطبق بيداغوجية الخطا. ما خصناش نقولوا انه راه الخطا شي حاجه حشومه او الى غير ذلك، وانما هو امر طبيعي بالنسبه للمتعلم والمتعلمه، يعني باش انه يتعلم. أه
انت ملي كتعتبر ان الخطأ هو شيء ايجابي وطبيعي، فهنا كتفتح واحد المجال بالنسبه لبيداغوجية الخطأ، كتفتح واحد المجال للمتعلم وكتشجعو باش انه يطرح اسئله كيف ما بغى يكونوا دوك الاسئله جريئه الى غير ذلك. المهم باش يطرحهم. وكذلك يعني هنا ملي كتعتبر مثلا ملي كتكون داخل القسم كتشوف ان الخطا امر طبيعي بالنسبه للمتعلم والمتعلمه. ملي تيدير خطا وكتمشي معاه عادي، يعني كتعتبره شي حاجه طبيعيه باش انه يتعلم الى غير ذلك، فهنا كتشجع داك المتعلم والمتعلم باش انه يطرح الاسئله كيف ما بغات تكون، يعني كتشجع باش انه يزعم ويسول. وبالنسبه لهاد بيداغوجية الخطا كذلك كتعتبر ان الاستاذ او المدرس او المدرسه هو مرافق ومساعد، يعني كيرافق وتيساعد المتعلم باش يصحح الاخطاء ديالو، ماشي والتمثلات ديالو، ماشي باش يبقى يراقبو وبقى يصيدو الا كيدير الاخطاء. يعني حيت ان المتعلم والمتعلمه انت نيت دابا ملي تهضر ببيداغوجية الخطا راه تيكون عندك شي تمثلات على هاد بيداغوجية الخطا، دوك التمثلات يقدروا يكونوا صح يقدروا يكونوا خاطئين. يعني بالنسبه لهاد بيداغوجية الخطا كتعتبر ان الاستاذ خصو يكون مساعد وكذلك مرافق للمتعلم على تصحيح الاخطاء ديالو والتمثلات ديالو اللي عنده، ماشي باش انك تبقى تصيد الاخطاء ديالو او لا تبدا تراقبو دير ليه المراقبه. يعني انت ملي كتكون داخل القسم غنذكرهم لك باش انك تعرف امتى كتطبق بيداغوجية الخطا والهدف منها. بيداغوجية الخطا يعني انت ملي كتكون كتقري خصك تعتبر ان الخطا امر طبيعي وعادي، وكذلك تعتبر انك ملي كتوجد شي جدد كتوجد داكشي بيجي ديال الحصه كدير في بالك انه راه غيكونوا اخطاء ولا غيكونوا تمثلات خاطئه، وكتعتبر دابا كذلك انك انت راه مرافق ومساعد للتلميذ المتعلم والمتعلم باش انه يصحح الاخطاء اللي عنده، ماشي باش تبقى تصيد الاخطاء اللي كيدير هو او لا تبدا تراقبه الى غير ذلك من الامور. يعني ملي كدير هاد الامور فانت اوتوماتيكيا كتطبق بيداغوجية الخطا. فهاد الشيء كيشجع كيعطي فرصه للمتعلم والمتعلم باش انه يسول كيف ما بغى، ياخذ راحته كما يقال وبدا يسول الى غير ذلك من الامور. يعني هاد بيداغوجية الخطا هاد الامور كتشجع لهم ان المتعلم والمتعلمه ياخذ راحته يسول اسئله كيف ما بغات تكون اسئله جريئه الى غير ذلك باش تفتح ليه واحد المجال باش انه يتعلم. في بيداغوجية الخطا حنا دابا عرفنا اشنا هي بيداغوجية الخطا، شنو كتشوف ان الخطا امر طبيعي الى غير ذلك من الامور اللي هضرنا عليهم دابا. دابا كيفاش غادي نرصدوا دوك الاخطاء اللي كيتداروا في ظل بيداغوجية الخطا؟ اول حاجه هي شنو كنديروا عمليه الملاحظه والوصف. يعني مثلا نتايا المتعلم مثلا كان مثلا تيقول شي حاجه من عنده، مثلا سولتي واحد السؤال كان هو تيسول تيجاوب ولا غير هكاك، اول حاجه كتكون هي الملاحظه والوصف، يعني كتوصف داكشي اللي كيدير هو وكذلك كتكون عندك واحد الملاحظه. الحاجه الثانيه هو انك تشعر المتعلم انه راه كاين خطا، يعني الخطا وما خصناش نتنكروا ليه داك الخطا اللي دار، وكذلك خصنا نعرفوا ان من حقه انه يدير خطا، يعني خطا عادي ما فيه حتى شي مشكل. يعني نشعروه انه راه داير داك المتعلم او المتعلمه انه داير خطا. الحاجه الثالثه هو ان داك الخطا كنصنفوه. كيفاش داير داك الخطا؟ مثلا الا خدينا مثلا اللغه العربيه كاين خطا املائي نحوي تعبيري الى غير ذلك من الامور، كنصنفوه داك الخطا. انت كمدرس كتصنف داك الخطا شنو نوع الخطا ديالو اللي دار باش انك تقدر تعالج داك الخطا اللي دار. المرحله الرابعه هو خصك تفسر الاسباب ديال داك الخطا، واش هو ناتج عن تداعيات إبستمولوجية. شنو كتعني؟ أنه ليك المعرفة أنها صعيبة بهذا المعنى، يعني تيكون بعض المرات شي مادة فلانية تيكون فيه شي مفاهيم أو شي درس معين تيكون أصلا في الأصل ديالو صعيب. يعني كنشوف واش أنه أنه مصدر إبستمولوجي أو لا تعاقدي، يعني تعاقدي يعني أنه واش تبع معك ولا ما تبعش معك، أو لا هو راجع للمتعلم، يعني انطلاقا من التمثلات ديالو وأنه دار داك الخطا الى غير ذلك من الامور. يعني كتفسر الاسباب اللي دار داك الخطا، المصادر منين جا دوك الاخطاء، اش المصدر الى غير ذلك من المصادر ديالو. الحاجه الاخرى هو كتعالج داك الخطا اللي دار داك المتعلم او المتعلمه، يعني خصك تعالج داك الخطا، ومن الافضل هنايا المتعلم هو اللي خصو يصحح على راسو داك الخطا. يعني انت
كمدرس ملي كترصد هاد الاخطاء اللي داروا، يعني كتحللهم، عاد انك في الاخير كيكون واحد المعالجه ديال الخطا، وكتكون معاهم مع المتعلمين انت كمدرس انت كتصحح داك الاخطاء. افضل حاجه هو ان المتعلم هو اللي يصحح على راسو. يعني هنايا فقط رصد الاخطاء، كيفاش نرصدوا ديك الاخطاء في ظل بيداغوجيه الخطا. دابا نهضروا على مبادئ بيداغوجيه الخطا، يعني شي المبادئ اللي كتماشى بهم هاد بيداغوجيه الخطا. هاد المبادئ ديال بيداغوجيه الخطا، اول حاجه كتشوف انه ملي كيدير مثلا المتعلم والمتعلمه شي خطا، هادشي ما تيعنيش انه المعرفه ما عنده والو اصلا ولا شي حاجه بحال هكا، وانما واحد المعرفه اللي ممكن نقولها مضطربه، خصنا ننطلقوا منها باش انه نصحح ديك المعرفه تكون نصحوها. ثاني حاجه هو اننا ما خصناش نقولوا نتفاداو الخطا ملي كيكون عمليه التعليم. الحاجه الثالثه، نعتبر ان الخطا هو خاصيه انسانيه. الحاجه الرابعه، نعتبر ان الخطا هو شرط للتعلم، يعني الانسان كما كيقولوا من الاخطاء يتعلم الانسان. ونعتبر كذلك ان من حق المتعلم انه يخطأ، يعني حاجه عاديه انه يخطأ، من حقه انه يخطأ. علاش حنا غادي نحاسبوا ولا دار الخطأ؟ أه واخيرا هنايا اللي غادي نهضروا عليه، انه من الافضل ان المتعلم هو اللي خصو يكتشف الاخطاء اللي دار. يعني هنايا بالنسبه للمبادئ اللي كاينين في بيداغوجيه الخطا. هنا بيداغوجيه الخطا يعني كما كتشوفوا، يعني ملي كتكون انت داخل القسم كتشرح وكتعتبر الخطا انه حاجه طبيعيه وعاديه الى غير ذلك من الامور اللي ذكرت، فهنايا انت راه كتطبق بيداغوجيه الخطا. يعني هنايا انت راه كتطبق بيداغوجيه الخطا. كنتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو. اللي عنده شي سؤال او شي حاجه في هذا الموضوع ديال بيداغوجيه الخطا تفضلوا في التعليق اسفل الفيديو. ما تنساوش دعموا قناتكم ماتي انفو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.